قبل ما نكمل حكايتنا يا ريت نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل اللي بيشجعنا نستمر. لو أول مرة تشوف حكاية إنج المحارب الشيطاني تقدر تتفرج عليها من على صفحة القناة، وتعالى كمل معانا. يلا بينا نكمل باقي الحكاية. شفنا في الحلقة اللي فاتت إن إنج وسته خرجوا بره المدينة برغم التحذيرات الكتيرة اللي شافوها، كل دوت عشان يخلصوا المهمة بتاعتهم اللي بوظها فريق المسدس الأسود. وبعد ما خلصوها كانوا مروحين ظهر ليهم شيطانين بزعنفة واحدة، وبمجرد ظهورهم بقرب المدينة القادة التلاتة حسوا بيهم وقرروا إنهم يقتلوهم، بس بيتفاجئوا بوجود ست وإنج، وبيروح تانج وجي عشان ينقذوهم، وبيفضل القائد تشو عشان يحمي المدينة. وشفنا كمان إن مجموعة كبيرة من الشياطين البدائية هجمت على المدينة بأمر من الشيطان المائي. وشفنا كمان إن الشيطان المائي خطف سته عشان يستدرج لينج لوحده بعد ما وصلوا القادة عشان ينقذوهم، وفعلا بيروح إنج ليه عشان ينقذ سته، وبيدور بينهم قتال عنيف. وكان الشيطان أقوى من إنج بمراحل وكان هيخلص عليه لما زهق منه، وفجأة بيظهر الشيطان اللي جوه إنج، وقدر الشيطان الأحمر إنه يسيطر على إنج، وقدر إنه يقتل الشيطان المائي ويأكل النواة بتاعته لإنج عشان قوته تزيد أكتر. وبيقول الشيطان للينج ألذ حاجة في الحياة هي محاربة الشياطين واكتساب القوة منهم، والأحلى كمان هي قتل البشر والقضاء عليهم. بيستغرب إنج من كلامه وهو بيكون مش واعي، وبيبص على سته وهي مغمى عليها في الأرض، وبيبص لها بصة شريرة، وبيروح عليها عشان يقتلها. ولسه هيقتلها بيفوق أخيرا إنج من التحكم الشيطاني، وبيقول له أنت بتعمل إيه يا شيطان اللعنة؟ أنت إزاي اتجرأت وفكرت حتى في أحلامك إنك تأذي حد من أصدقائي؟ بيتصدم جدا الملك الأحمر من قوة إنج وإنه قدر يفوق من تحت تأثيره، وكمان قدر إنه يتحكم في جسمه ويمنعه من قتل سته. وبنروح بعد كده للمدينة، والوضع بيكون هناك صعب جدا لأن عدد الشياطين كبير جدا، وكانوا خلاص قربوا يوصلوا لأعلى السور في المدينة. وفي اللحظة ديت بيظهر ليو وبيسأل فريقنا الوحيد اللي مش كامل ليه، وفين إنج وسته مش موجودين معانا ليه؟ بتصدمه جيجي بردها وبتقول له إنها لما وصلت سمعت باقي الفرق بيتكلموا عن اتنين خرجوا بره البوابة وهجموا عليهم شياطين بزعنفة واحدة. ليو بيتصدم جدا وبيقول لها مستحيل يكونوا هما، صح؟ بس جيجي بتقول له لا، هما يا اخويا شكلهم كانوا عايزين يكملوا المهمة اللي باظت الصبح فقرروا يخرجوا ويخلصوها بالليل. انا حتى لحد دلوقتي مش قادر استوعب اللي حصل. بيتعصب جدا ليو وبيقول لها شياطين بزعنفة واحدة تاني؟ هو ايه اللي حصل؟ ليه كل شوية عمال يظهر لنا شياطين بزعنفة واحدة؟ بيقول لنفسه بعدين هبقى افكر في الموضوع ده، كل اللي المفروض اعمله دلوقتي ان اخلص على الشياطين المزعجة دي. نرجع للقائد تانج وجي، واخيرا انضموا للقتال مع القائد تشول لانه كان خلاص جاب اخره يعني. وطبعا اول ما بيوصلوا بيمسكوا الشياطين البدائية وفين يوجعك. بيفرح جدا القائد تشو لانهم اخيرا هيخففوا شوية من الضغط اللي عليه، وبيطمن عليهم تشو بيعرفوا تانج انهم كويسين وما تصابوش اصابات خطيرة في القتال. بتسأله جيا ايه هي خطتك يا تشو؟ بيقول لها بعد ما قتلتم الشياطين ذو الزعنفة الواحدة والتاني مش موجود الشياطين هجومهم قل عن الأول، لا وكمان بقت بتهجم بلا هدف ولا قائد، فاحنا لازم نستغل الفرصة ديت ونهجم عليهم بهجوم قوي جدا ونرعبهم فيه عشان يخافوا ويقرروا ينسحبوا، وندي فرصة لباقي المحاربين انهم يستريحوا شوية. لازم نسيطر على الوضع ونضعف رغبتهم في الهجوم باننا نعمل انفجار قوي جدا. بتعجب الخطة تانج وجي وبيتحمسوا اكتر وبيقرروا انهم يتحدوا مع بعض ويعملوا انفجار كبير جدا. وفعلا بيحصل انفجار ضخم جدا بيقدر انه يعمل فجوة كبيرة في الارض. وبتقول جيا ان ده تاني انفجار للطاقة ليا مع تانج النهاردة. بيقول لها تانج لولا ان جسمي البشري ده مش هيستحمل اكتر من كده لفضلت افجر في الشياطين دول للابد. وفي عز الحرب والمدعكة دي كلها كانت جيجي عمالة بتصور في اللي بيحصل، وقدرت انها تصور القادة وهم بيعملوا الانفجار الكبير ده، وبتقول قد ايه هم اقوياء. بس ليو بيكون في حتة تانية خالص وما بيكونش مبسوط خالص لما شاف قوة القادة، وحس قد ايه ان هو لسه ضعيف وقدامه كتير جدا عشان يبقى زيهم. وبياخد عهد على نفسه انه لازم يكون اقوى من كده بكتير. والقادة بيكونوا مبسوطين لان انفجارهم قدر يهز فعلا ثقة الشياطين وبقوا خايفين وبدأوا انهم يرجعوا لورا.
وبيعرف القائد تشو باقي المحاربين بكده، وبتعم الفرحة على المكان. وفجأة مرة واحدة بيترعبوا كلهم لما بيشوفوا حد جاي من وسط الضباب، وكانوا فاكرينه الشيطان المائي اللي خد ست وإنج. بس المفاجأة بقى لما بيشوفوا إنه إنج بنفسه اللي جاي وشايل في إيده سته، وكانوا مرعوبين جدا عليه لأنه جاي في وسط كل الوحوش ديت. ولسه القادة بيجروا عليه عشان ينقذوه، بيلاقوا كل الشياطين هربت. وبنروح لإنج وهو جاي والشياطين فعلا بتهجم عليه، بس هو بيبص لهم بنظرة حادة جدا وبيأمرهم بالانسحاب. ما تعرفش بقى هم خافوا منه ولا خافوا من الشيطان اللي جواه، أكيد طبعا من قوة الشيطان اللي معاه. وباقي المحاربين لما بيشوفوا هروب الشياطين بيفرحوا جدا، لأنهم بيتوقعوا إن هروبهم ده بسبب قوة الانفجار اللي عملوه القادة. بس طبعا القادة التلاتة مش أغبياء عشان يفكروا في كده، وفاهمين إن في حاجة تانية حصلت خلت الوحوش ديت تهرب، بس لسه مش عارفين ايه هي. بس طبعا القائد تانج بيجي في باله انهم هربوا بسبب انج. نرجع تاني لانج، وبعد ما بيمشي الشياطين انج بيقع على الارض وبيغموا عليه وبيفوق، ومرة واحدة بيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيلاقي الشيطان بيكلمه بيقول له شايفك يعني عمال تستخدم في قوتي زي ما انت عايز ولا همك. بيسأله انج انت مين يا عم الحاج؟ بيقول له فكر كده شوية، انا واحد قابلته من 60 سنة. بيفتكر انج على طول وبيقول له انت الشيطان الاحمر ذو الثمان زعانف. وبيسأله على طول هو كام عدد الزعانف الموجودة دلوقتي. بيقول له ما تقلقش هتعرف كل حاجة في وقتها، وعلى فكرة انا اسمي الملك ذو الجناح الاحمر واقوى شيطان في فصيلتي الثمان جوانح. وبيكلم نفسه الشيطان وبيكون مستغرب جدا ان انج ما خافش منه اول ما شافه، وبيتوقع ان ذهنه قوي جدا ولسه فاكره. وبيسأله انج انت عملت فيا كده ليه وفين جسمي الحقيقي؟ بيقول له اسئلتك كتير وشكلك هتصدعني معاك، قلت لك هتعرف كل حاجة في وقتها. المهم دلوقتي ان جسمك هو كمان بقى جسمي، وانا هدخل في سبات مؤقت. لازم تشتغل على نفسك اكتر من كده لحد ما توصل لقوتي الحقيقية. بيتعصب جدا انج منه وبيقول له انت فاكرني ايه يا حيوان؟ انت فاكر البشر عبيد عندك؟ وبيجري بكل قوته عشان يضربه، بس للأسف بيفوق في اللحظة ديت وبيلاقي نفسه ماسك في سته من هدومها وشايف حاجات عيب استغفر الله العظيم يا رب محدش ينفع يشوفها. وده بيخلي سته تضربه بوكس تنيمه نن اهو، وبتقول متحرش حقير وانا اللي كنت فاكراك مؤدب. وبيجي الحاج ابو سته وبيقول لها هي ديت كلمة شكرا اللي علمتها لك يا سته؟ بتضرب الشخص اللي انقذك؟ امال يعني يخش في حاجاتها يا عم الحاج. وطبعا انج ما بيبقاش عارف مين ده، وبيعرفوا القائد تشو ان دوت ابو سته، وانه كمان اقوى محارب فنون قتاليه في المدينه واسمه السيد شون. انت ازاي ما تعرفوش؟ بيقوم بسرعه انج وبينحني احتراما ليه لانه اهتم فيه وقت غيبوبته وتقديرا لمكانته الكبيره. برضه بيقول له ما تقولش كده يا ابني، انا اللي لازم اشكرك عشان انقذت بنتي. بالمناسبه ديت كلكم النهارده هتتضيفوا عندنا في القصر وهتباتوا كمان، اعتبروا البيت بيتكم. وعايز منك طلب يا تانج، عايزكم تدربوا بنتي تدريب قاسي جدا بلا رحمه عشان تبقى اقوى وكمان تتعاقب على المشاكل اللي عملتها النهارده. بيقول له تانج ما تقلقش ده انا هربيها لك من اول وجديد. وسته بترد عليهم وبتقول لهم انا جاهزه لاي حاجه من دلوقتي. بيكمل كلامه تانج وبيقول بس قبل اي حاجه انا بعد اذنكم عايز انج لوحده على انفراد. وفعلا كلهم بيمشوا وبيفضل انج مع القادة التلاتة وبيقول له تانج ها يا انج احكي لي كده تعرف ايه من بداية ظهور الشيطان ذو الزعنفة الواحدة واللي حصل في الكهف وهجوم الشياطين النهاردة؟ وضح لي كل حاجة حصلت وبتحصل. بيتدخل تشو بيقول له ايه الرقة ديت كلها يا تانج؟ هو عشان في فريقك تبقى رقيق معاه كده؟ انا هقولها له مباشرة ولا اقول لك؟ هسأله انا. انت شيطان يا انج مش كده؟ بيتصدم جدا انج من كلامه وبيضحك وبيقول لهم انتوا بتقولوا ايه؟ انا شيطان ازاي؟ ده انا وسته خلصنا على الشيطان باعجوبه. بيقول له القائد تشو عايز تقنعني ان انت وسته قدرتوا تخلصوا على الشيطان اللي تانج وجيا واجهوا صعوبه كبيره جدا عشان يخلصوا عليه؟ وهنا انج بيقول لنفسه مش هينفع اخبي عليهم اكتر من كده، انا لازم اقول لهم على كل حاجه بصراحه، وان انج المحارب العظيم وإن تم إحيائي من جديد وجوايا الشيطان ذو الزمن زعاني. بس بيرجع في كلامه تاني لأنهم مستحيل هيصدقوه، وحتى لو صدقوه مش هيعتبروه إنه بشري زيهم وهيعتبروه عدو ليهم لأنه جواه أقوى شيطان مر على التاريخ.
بينفعل تشو من سكاته بيقرر انه يخلص عليه، بس بتتدخل القائدة جاي على اخر لحظة وبتقول له كفاية بقى يا تشو، هو مستحيل يكون شيطان لان الشياطين ام 4 زعانف بس هي اللي ممكن تاخد صورة البشر، وبقوة انج دلوقتي مستحيل يكون شيطان. وبيكمل تانج على كلامها وبيقول لها في حاجة تانية كمان، ان الشياطين مستحيل تنقذ اصدقائها لانهم انانيين قاسيين بطبعهم. بيضحك تشو بيقول لهم انا كنت بهزر معاه مش اكتر، واللي حصل معاه النهارده هعتبره ضربة حظ وتجربة قوية ليهم عشان يتعلموا منها. بيكون تانج لسه شاكك ان ورا انج حاجة مش طبيعية، وبيسأله انا عايز اعرف منك حاجة يا انج. سته قالت انها اغموا عليها في القتال، ما تعرفش اللي حصل بعد كده، احكي لي بقى انت ازاي هزمت الشيطان وانقذت ست وجيت بيها لحد المدينة. بيدهشهم انج برد وبيقول لهم انا عشان عبقري قدرت ان امتص جزء كبير من نواة الطاقة بتاعتي وبعمل انفجار مؤقت للقوة، وساعتها قوتي بتكون اكبر بكتير والشيطان ما بيكونش متوقع مني القوة دي، وبستغل الفرصة وبقضي عليه. بتتصدم جدا جيا وبتقول له انت بتستخدم نفس اسلوبنا احنا القادة في القتال، وبيتعجب جدا القائد تشو منه وبيقول له انت فعلا طلعت عبقري، بس برضه القائد تانجا عنده عدم ثقة فيه كاملة. وبيسأله يعني انت اللي قتلت الشيطان اللي في الكهف مش كده؟ بيقول له انج ايوه، انا كنت اول مرة اكتشف المهارة دي وامتصيت كل القوة اللي في النواة واستغليت ان الشيطان مش متوقع الهجوم القوي ده وقدرت ان اخلص عليه، وللاسف جسمي ما قدرش يستحمل القوة الكبيرة ديت مرة واحدة، عشان كده اغمى عليا 3 ايام، ولما فقت ما كنتش فاكر اي حاجة من اللي حصل، بس المرة ديت قدرت ان اتحكم في جسمي شوية وفضلت اقاوم لحد ما وصلت بسته وبعد كده اغمى عليا تاني. بتعجب جدا جيا بيه وبتقول انت فعلا عبقري يا انج، انت بتستخدم نفس طريقة القادة، بس الفرق بيننا وبينك اننا اتدربنا كتير جدا وساعدنا جسمنا انه يطور من نفسه، عشان كده بنقدر نستخدم اسلوب الانفجار من غير ما يأثر على جسمنا، وانت كمان لازم تتدرب كويس جدا عشان تطور من جسمك وما تستخدمش الاسلوب ده لحد ما يكون جسمك مستعد لده. وكلامها دوت بيخلي القائد تانج بيتحمس جدا وبيقول له فعلا زي ما قالت القائدة جيا انت لازم تتدرب اكتر وانا لازم اجرب قدرتك ديت بنفسي، وريني بقى قد ايه انت عبقري، يلا بينا على ساحة الديجو. وبيوافق انج على طلبه وبيقول لنفسه هو اكيد بيختبرني لانه لسه شاكك فيا، وبيجمع تانج كل قوته وبيتحمس جدا وبياخد وضعية الهجوم وبيقول لانج تعالى بقى يا حبيبي وريني قوتك. وانج بيهزر معاه وبيقول له انت جاي تدربني وتعلمني يا قائد، بس بيلاقيه عايز يهجم عليه ويضربه بجد، وبيقول انج لنفسه يا نهار ابيض انا ههبب ايه في المشكله اللي انا وقعت فيها دي، انا عارف كل الاساليب اللي هيستخدمها من حياتي السابقه بس انا مستحيل اقدر اهزمه بالجسم الضعيف ده. هو بيكون سرحان مع نفسه بيقول مفيش حل قدامي غير ان استعير شويه من قوه الشيطان، ومره واحده بيلاقي تانج طاير عليه بكل قوته وبيقول له انا جاي لك، وبيهجم عليه بضربات متتاليه وانج قدر باعجوبه انه يتفاداها على اخر لحظه. وبيتصدم جدا انج من قوة هجومه وبيبص على ساحة الديجو اللي اتدمرت حرفيا من قوة الهجوم، وبيقول لنفسه هو بيحاربني بجد ولا ايه؟ وبيبص ليه تانج وبيقول له في البداية ردود افعالك كويسة جدا. بيقول انج لنفسه الفضل كله يرجع لخبرتي في حياتي السابقة، بس للاسف دي اقصى حاجة اقدر اعملها بجسمي الضعيف ده. وبتنادي جي على تانج وبتقول له اصبر شوية عليه لحد ما يجهز نفسه، ما تهجمش عليه كده على طول مرة واحدة. بيرد عليها تانج بس كده من عيوني حاضر، ومرة واحدة بيبص لإنج وبيقول له أنا جاد جدا معاك، وبيديله بوكس قوي جدا ومن قوته بيعمل حفرة كبيرة في الأرض، وإنج بيكون قادر إنه يهرب وبيبص لقوة الضربة وبيقول لنفسه ده فعلا ما بيهزرش معايا، وبيلاقي نفسه مرة واحدة ممسوك من رقبته بيحاول يفك نفسه بس مش بيعرف بسبب جسمه الضعيف. وبنعرف إن ده أسلوب تانج في الهجوم إنه يعمل دخان قوي وتراب عشان يعرف يصطاد خصمه، هو بيشيل تانج انج وبيحدفه على الحيطة وبنشوف ان الحيطة كمان ما سلمتش من قوة الخبطة واتدمرت كلها، ما بالكم بانج بقى. وبيكون القائد تشو خايف جدا على انج وبيقول له كده كفاية احنا لازم نوقف تانج، بس جيه بتقول له ما تخافش عليه تانج مش عبيط وهو عارف بيعمل ايه كويس. هو بيبص تانج الانج باستحقار وبيقول له هو ده كل اللي عندك وكمان مسمي نفسك عبقري باسلوبك الضعيف ده؟ هنا إنج بيتعصب جدا من نظرات الاستحقار وبيقول لنفسه أنا كل الناس في حياتي السابقة كانت بتبصلي بفخر واعتزاز، وأنت جاي تبصلي باستحقار؟ ده أنا كان بيلقبوني بالملك، ده أنا لو لسه عايش لحد دلوقتي كنت زمانك بتقول لي يا جدو. وبينفعل جدا إنج وبيكلم صاحب الجسم اللي هو فيه على اعتبار إن هو جواه وسامعه، وبيقول له أنت أكيد ما عندكش مانع لو بوظت ليك جسمك شوية، وأنت أيها الشيطان اللعين
هستعير شوية من قوتك عشان أعلم تانج ده شوية. وفعلا بيستخدم قوة الشيطان وبتظهر هالة قوية جدا ليه، وبيقول لتانج دلوقتي وقت هجوم يا قائد. وبيتصدم القائد تانج من هالته اللي اتغيرت في لحظة دي، وبقت هالة قوية جدا وبيظهر فيها شكل المحارب الأعظم إنج. والصدمة التانية للقائد تشو لما بيشوف معدل التزامن بتاع إنج عمال يستمر في الطلوع لحد ما بيوصل ل40%. ده حتى القائدة جيا بتفرح وبتقول إن مدينتنا الغير معروفة من المستوى سي بقى عندها محارب عبقري وقوي. وهو بياخد باله تانج من معدل التزامن بتاع إنج وبيقول له ده وصل ل 40% في لحظة. أنا فاكر معدل تزامن ستو كان 39، معنى كده إن إنج أعلى من ستو في المستوى. وبيقطع تفكيره إنج وهو بيقول له فوق يا قائد من سرحانك وخلي بالك عشان أنا جاي لك. هو بيجري يهجم على القائد تانج وبيضربه في صدره. والقائد تانج بيقول إن سرعة إنج زادت للضعف وكمان قوته اتطورت جدا. وبيقول له إنج يا قائد ده كانت ضربة كدابة وخد بالك الضربة الحقيقية اهي. وبيضرب إنج رجل القائد برجله وبيقدر إنه يشنكله. وتانج بيتبسط جدا من ضربته ديت لأنها حركة قوية جدا ولأنه قدر يخدعه كمان. وبيكمل إنج ضربه في تانج بضربات مختلفة وبيكون تانج في حالة الدفاع عن نفسه قصاد إنج. وبيكلم تشو نفسه وبيقول ايه الحركات الجامدة دي، هو قدر انه يعرف الثروة القتالية دي منين. وهو بيقطع تفكيره صوت حد جاي من وراه وبيقول له شكل قوة انج مقاربة جدا لقوة تانج اللي هو اصلا افضل القادة اللي موجودين في المدينة. وبيتفاجئوا لما بيبصوا للصوت وبيلاقوه لعم شون ابو ستو. وهو بيقول له تشو عم شون انت جيت امتى، بيعرفوا انه وصل من شوية بس مرضيش يقطع تركيزهم. بيعتذر ليه تشو على انه مستعاروا ساحة التدريب وعملوا شوية دوشة فيها. بيضحك العم شون وبيقول له كل اللي حصل ده وبتقول لي شوية دوشة. بيضحك تشو بمكر وبيقول له تانج هيدفع عليك التعويض. بيرد عليه شون وبيقول له لا مفيش اي مشكلة، خلينا بس نتابع القتال، عايز اشوف الواد اللي على اسم اعظم محارب دوت هيعمل ايه. بيقول تانج استخدم اسلوب هجوم المضاد يبقى انج شكله هيخسر خلاص. وبنشوف القائد تانج قدر انه يمسك رجل انج. وبيقول شون ان تانج كان بيتدرب على القتال من وهو صغير وما كانش بيسيب اي فرصة في الهجوم الا لما بيستغلها كويس جدا. وضيف عليها كمان قتاله مع الشياطين كل السنين اللي فاتت دي وقد ايه خد منها خبرة كبيرة، فمستحيل هتعرف تفك رجلك منه يا انج الصغير، وشكل تانج هيعمل منك بطاطس محمرة. في اللحظة ديت تقريبا انج كان سامعهم وهم بيتكلموا وبيقول لا مش هيحصل. وبتظهر هالة قوية تاني لإنج وبيقول أنا اللي وقعتك في الفخ دوت يا قائد. وفجأة مرة واحدة بيعمل حركة بهلوانية بيقدر إنه يدي القائد تانج بالراس بين حواجبه. بيتوجع جدا القائد تانج وبيسيب إنج وبيقول له من كتر الوجع يا جزمة. وبيقول إنج راس البني آدم ده قوية وصلبة جدا بس منطقة الحواجب دي رقيقة وضعيفة جدا، وبعدين أنا لسه ما خلصتش هجومي. وبيجري عشان يهجم عليه وتانج بيستعد للهجوم وبيقول له تعالى لي يا حبيبي. وبيقول تشو شكل تانج مش ناوي يستسلم النهارده. وبنشوف انج قبل ما بيوصل للقائد تانج بيضرب الارض بايده بيكسر بيها الحلبة كلها. وبيقول لنفسه الحركة ديت بتجمع ما بين الهجوم والدفاع، ولو ضفنا عليها كمان شوية من قوة الشيطان بيلاحظ القائد تانج قوة انج اللي ارتفعت تاني وهوب بيختفي من قدامه وفجأة بيظهر من وراه. بيقول له تانج ما تنساش ان دي حركتي وانا اعرفها اكتر من اي حد. وبتقول جي استخدم الدخان عشان يختفي من قدام تانج، ده عارف يستخدم حركة تانج وبيردها عليه. بيرد عليها تشو يا له من شخصية انتقامية. بيقول له شون لا يا له من شخصية مذهلة، قدر انه يتعلم بالسرعة دي. وكمان خسارة تانج خلاص قربت جدا. نرجع تاني لتانج وهو بيقول لإنج دي حركتي وانا اكتر واحد اعرف استخدمها، ولسه هيمسك انج بيلاقيه اختفى تاني وبيهجم عليه من ورا وبيقدر انه يضربه وبيصطدم جدا القائد تانج لانه اتهزم على ايد انج. وبيقول له انج انا استغليت انك في البداية دخلت القتال معايا بجد، كنت عارف انك هتستخدم الاسلوب ده من الاول فاستغليت الفرصة وضربتك في المنطقة اللي ما بين العينين لانها تتضرر للحظات وبتخلي عندك سوء تقدير لحظي ومش بتكون شايف كويس، وكمان هقدر اني اهزمك من خلالها باختصار، يعني دلوقتي تقدر انك تثق فيا. وبيعترف تانج ان فعلا انج عبقري. وبيسمعوا صوت حد جاي عليهم وبيجي باقي فريق انج وبتسألهم جيجو انتوا ليه ما جيتوش لحد دلوقتي، ده عيلة ستو عاملة معانا الواجب والزيادة، عاملة لنا شوية اكل انما ايه يودوا على المستشفى على طول. وكلهم بيتصدموا لما بيشوفوا ساحة الداجو بالمنظر ده وبيسألوا هو ايه اللي حصل هنا. بيضحك انج عليهم وبيقول لهم معظمها عملها القائد تانج
وبيقول له تشو انت في ورطة كبيرة يا تانج. انج محبش يكسف القائد بتاعه اكتر من كده، وبيقول لهم القائد تانج متعود يقاتل مع الشياطين، فلما واجهني ما قدرش يستخدم قوته الحقيقية وكان متساهل معايا وسابني اكسبه. وبيضحك شون وبيقول كفاياك تواضع بقى يا انج ويلا بينا عشان الاكل برد. بيشكره جدا انج على الضيافة وبيمشي معاه، وبيكون شون معجب جدا بإنج وبيقول ده رفض انه يستسلم وقوي جدا وكمان حافظ على شكل القائد بتاعه ومرضاش يتكبر عليه بعد ما هزمه. ده فعلا ولد مدهش ومفيش زيه. وبينادي على بنته وبيقول لها شكلي لقيت لك عريس يا بيرة، خلاص استعدي بقى عشان هخلص منك قريب.